البطاطس التي قتلت عائلة كاملة. ذهب الأب للقبو لإحضار البطاطس ولم يعد. ذهبت خلفه الزوجة لتطمئن ولم تعد. ذهب الابن ولم يعد أيضا. ذهبت الجدة ولم تعد هي الأخرى. في شهر أغسطس عام 2013 في أحد المنازل الصغيرة في الأرياف الروسية، فتاة بعمر 8 أعوام جالسة على طاولة المطبخ ترسم حصان، وبجانبها أبوها الذي يدعى ميكاييل يقطع البصل. نادى على زوجته وسألها: هل نملك بطاطا؟ قالت زوجته: نعم، لدينا الكثير في القبو. ذهب الأب ليحضر البطاطا إلا أنه تأخر في الرجوع. بدأ البصل بالاحتراق. قامت الجدة بسرعة وأطفأت النار وفتحت النوافذ. صاحت الأم أناستازيا في غضب مما فعله زوجها، ولكن ميكاييل لم يرد. ذهبت إلى القبو لتخبره بفعلته، وبعد مرور 5 دقائق ماريا والجدة بدأوا يستغربون تأخرهم في العودة. قررت الجدة أن تذهب للقبو وتطمئن عليهم. مرت من خلال غرفة المعيشة وفيها أخو ماريا. جورجي قال للجدة بدلاً من النداء: لماذا لا أنزل للقبو وأطمئن عليهم؟ عادت الجدة وماريا للمطبخ وأكملوا عملهم. بعد مدة من الوقت لم يعد أحد منهم هنا. أصيبت الجدة وماريا بالرعب، فاتصلت على الجار وقالت له أن يأتي، لأن جميع أفراد عائلتها نزلوا للقبو ولم يعودوا. لم تستطع الجدة الانتظار وهرعت نحو القبو. انتظرت ماريا جدتها وهي الأخرى لم تأتي. ماريا تسمع صوت خطوات جدتها وهي تنزل، ثم صوت غريب يصدر من جدتها، وبعدها صمت مطبق. ذهبت هي الأخرى للقبو لترى ما يحدث. في هذه اللحظة وصل الجار الذي طرق الباب ولم يرد أحد. سمع صوت بكاء يقود للقبو. وجد ماريا جالسة تبكي وحولها أفراد عائلتها متناثرين. أخذ ماريا وحملها وخرج بها بكل سرعته خارج المنزل، ونادى على باقي الجيران. بالتحقيق تبين أن سبب موتهم هو البطاطا التي ذهب ميكاييل لإحضارها. كانت قديمة، بدأت في التعفن وإطلاق غازات سامة ومركزة بشكل كبير لعدم وجود تهوية في القبو، حيث كان كل من ينزل يغلق الباب خلفه ثم يسقط مختنقا. آخر المتوفين كانت الجدة، حيث تركت الباب مفتوحا خلفها، مما أنقذ ماريا من الموت، حيث كان الهواء قد تغير وتم تنفيس القبو.